يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. ايه في ايه يا عم؟ الله، شوكولاته دبي تاني يا جماعه؟ انا ما بقتش فود بلوجر يا جماعه، افهموا بقى. بس وكمان انا لسه مجرب شوكولاته دبي، هي جامده بس انا خلاص جربتها. ايه؟ نوع جديد من شوكولاته دبي بدارك شوكليت بقى مش ميلك شوكليت يا عم. بس انا مش فود بلوجر يا عم، بس يعني هاتها ماشي يعني. هيرجعونا لايام الشقاوة تاني، بس بصراحة المنظر يوحي بالشقاوة ومغري أوي للشقاوة. كم محب الفود. ده شكل شوكولاتة دبي بس اللي بالدارك شوكليت. الناس اللي بتحب الدايت برضك ما تزيدش وما تاكلهاش. بص التغليف يا نهار ابيض، بيفكرني بتغليف الشوكولاتات بتاعت زمان قوي. يعني انا شفت التغليف ده مثلا في يوميات ونيس، الجزء اللي مش عارف التاني ولا التالت ولا ايه. كده نشوف منظر اللوح اللي هيرد فينا الروح. رجعنا تاني لنفس المشكلة. مش عارف افتح التغليف. استغفر الله العظيم يا رب. يبقى انا عشان كده سبت الفود بلوجر، انا عشان كده سبت الكارير ده، عملت شيفت كارير، بقيت عاشور بلوجر. وحشه قوي قوي. يا رب الشوكولاته ما تبقاش وحشه زي الافيه. بقول لكم ايه، انا هروح افتحها تمام وجاي لكم تاني. يا اما فين السكينه؟ فتحتها. ايه فتحتها ولوحدي. ده بقى منظر اللوح، بس هو ماله اسود كده يعني، عشان يعني هو يعني الدارك شوكليت يعني لازم تبقى لونها اسود يعني ماشي. وده شكلها من جوه. كنافة بقى بكريمة البستاشيو والكنافة المتحمصة. بسم الله. انا مش عارف بصراحة، انا ما بحبش الدارك، ما بحبش الشوكولاتة الدارك عموما، بس الميكس هنا برضك رهيب قوي، رهيب يعني. يعني انا متوقع ان في ناس هتفضل الشوكولاتة الدارك خصوصا انها سعراتها اقل من الميلك شوكليت في الاختراع اللي هو بتاع شوكولاتة دبي ده. بصراحة تحفة تحفة تحفة. ايه ده، دي البانة دي ولا ايه؟ ما علينا. طلعت افتكاسة جامدة اوي ان هم يعملوها بالدارك شوكليت. احلى تحية لناسنا في الامارات، وناسنا في امارة دبي. احلى تحية لكل الناس دي وكل الناس اللي في كل الدنيا. ومع احلى تحية بالله عليكم، احلى بقى السبسكرايب بقى واحلى تفعيل جرس وبتاع، عشان نفسي اوصل للمليون وانا لسه ما وصلتش لل1000. يعني انا منظري وحش قوي على اليوتيوب، انا بفكر يعني. يلا الحمد لله.